عمرك دفعت حاجة كاش وحسيت إنها ببلاش، أو اشتريت حاجة وعليها خصم وحسيت إنك كسبت فلوس مع إنك لسه دافع من جيبك؟ الجيل بتاعنا اخترع نظرية اسمها الاستعباط المالي علشان نضحك بيها على نفسنا ونبرر الإفلاس. هتقولي إزاي لو دفعت كاش كأني ما دفعتش؟ هقولك لأنك أول ما بتسحب الفلوس من مكنة ال ATM مخك بيعتبرها خلاص اتصرفت وراحت، فلما بتشتري حاجة بالورق اللي في جيبك مفيش إشعار بيجيلك من تطبيق البنك يوجع قلبك، فبتحس إن الحاجة دي جاتلك هدية. ونفس النظام لو رجعت اوردر اونلاين وخدت فلوسه مخك بيعتبرها دي ارباح وتدخل تشتري بيها حاجة تانية على طول. لو اشتريت قهوة ب 150 جنيه فدي مش مصاريف، دي ميزانية بقاء على قيد الحياة. الحقيقة ان الشركات بتعشق الاستعباط ده، هما بيصمموا عروض الكاش باك ونقط الولاء عشان يخلوا مخك يفرز دوبامين وتحس بنشوة الانتصار وانت بتدفع غلبان، فبتفلس وانت مبسوط. عشان تفك الفخ ده قبل ما تشتري اي حاجة احسب تمنها بساعات مجهودك وشغلك مش بالرقم اللي مكتوب عليها. اعمل شير الفيديو دوت لصاحبك اللي بيخلص مرتبه في اول يومين وبيقول لك انا بستثمر في نفسي، وتابعني علشان نفك شفرة دماغنا دي سوا. لان السؤال هو